بناء على إنشاء سلطنة إسلامية عالمية أشمل خارجيا، وهكذا عمل على تخطي التناقضين الجذريين عبر تركيا إسلامية جديدة على الصعيدين الانفرادي والكوني من الجهة الأولى، وعلى جهة تدليلهما بالإجراءات الإيديولوجية والبنيوية الجديدة من الجهة الثانية. من هنا فالانطلاق الإسلامي تكمن وراء الظاهرة المسماة بنظام حضارة العصور الوسطى، وكون تقاليد الأمة والسلطنة الإسلامية مؤثرة جدا تاريخيا يعزي على خاصية العصر الجديد هذه، والتي أدت دورا أشبه بضرب من ضروب الحداثة الرأسمالية المبكرة، وكأنها تتبنى سلفا بحداثة أوروبا الغربية الرأسمالية، باقية بذلك كمولود مجهض. لذا من الخطأ انتظار أو تصور ولادة المدنية الأوروبية تستمر أنه كفترة طويلة أنه تتعرض لهجومات متكررة. كان يمكن من الصعب أنه تكون موجودة هين كدورة بتلتم بسبب الأوضاع الأمنية. بهذه الفترة تم تشكيل هاي الدورة التدريبية. يعتبر التدريب يمكن ما نقول أنه حجر أساس بأي شيء أنه بدنا نبلش به، يعتبر أنه حجر أساس بعملنا بأي عمل كان، مو انه فقط انه من ناحيه المؤسسات او غيرها، انه التدريب شيء اساسي. يعتبر انه التدريب غذاء الروح. يعني الانسان قد ما كان عنده معلومات، قد ما عنده ثقافات، انه دائما بحاجه الى تجديد هاي الثقافات، تجديد معلوماته. ان الشخص دائما انه عنده ذات حب للمعرفه. لازم الانسان دائما يكون عنده حب للمعرفه، حب كسب مزيد من المعلومات. المعلومات هاي تفيده من الناحية الاجتماعية، من الناحية العملية، تقريبا بكافة النواحي. احنا هسه عندنا يمكن مجموعة دروس راح تكون على مدة شهر كامل. هذه الدروس متسلسلة. بلشنا بدرس أهمية التدريب، الذي يعتبر مثل ما إنه التدريب هو حجر أساسي. يعتبر أهمية التدريب من ناحية التدريب. عرفنا مثلا مشان إيش إنه إحنا جايين لهذا المكان، شنو الفائدة من هذا المكان. بعدين بلشنا بقراءة كتاب القائد المجلد الخامس منفذة الحرية. يعني القراءة شيء أساسي. القراءة إنه شيء أساسي. يعني هاي كذلك إنه جاتنا فرصة هاي الفترة. يمكن احنا عندنا ضغوطات عمل، ضغوطات بالمنزل، يمكن ما عندنا الوقت الكافي لقراءة اي كتاب كان. انه هاي كمان اعطتنا فرصة انه احنا هون انه اجتمعنا. يمكن نشوف انه الاغلبية والنساء هون موجودات، انه احنا نقرا، نقضي روحنا، نقضي فكرنا بهذه القراءة. انه خاصة هذا الكتاب يعتبر انه كتاب نفيس، انه كمشكلة كشرق اوسط، كقضية كردية بشكل عام، انه يعتبر انه هذا الكتاب انه شيء اساسي انه احنا نقرا هذا الكتاب. يعني هذا شيء مهم. وبقيه الدروس كذلك انه احنا رح نكون بالتدريج انه ان شاء الله نستفاد من هاي الدوره بشكل عام. مشروع الامه الديمقراطيه هو مشروع قيم بالدرجه الاولى. انه اي دوله كانت، اي مكان، انه الديمقراطيه انه شيء مهم بأي دولة كانت. يعني احنا هين كمشروع أمة ديمقراطية في شمال وشرق سوريا تعتبر خطوة أساسية لبناء مجتمع ديمقراطي حر يقوم على المساواة، على تكافؤ الفرص لجميع أفراد المجتمع. هين انه كمرأة في منطقة شمال وشرق سوريا منذ 14 سنة لهاليوم هاي صارت انه تعرف شنو حقوقها، شنو يتطلب منها وشنو عليها. يعني صارت المرأة انه قادرة انه توقف بجميع الساحات. انه المرأة في شمال وشرق سوريا اصبحت مرأة قوية. انه ما عاد مثل ما ذكرتي انه ما عاد تخاف مثل ما نقول من اي هجمات تتعرض لها. وكذلك انه هالمناطق سوريا بشكل كامل، لو كان انه هذا المشروع مطبق في جميع مناطق سوريا، كانت المرأة اقوى واكثر صلابة في وجه اي اعتداء يقف بوجهها. ما اطالب نساء سوريا ولا شمال شرق سوريا، النساء بشكل عام، انه النساء دائما يعرفوا شنو الحقوق اللي هن لازم ياخذونها. انه كثير من نساء العالم انه مفتقدات الكثير من الحقوق. دائما نقول مثل العادات والتقاليد المتخلفه اللي تقيد حريه المراه، تحد من مكانه المراه. المراه المثقفه، المراه القويه هي القادره ان تقود دول بشكل عام. يعني المرأة انه نطالب من جميع النساء انه تكون مرأة قوية، مرأة مثقفة، قادرة ان تقف في وجه اي اعتداء يقف في وجهها. من هنا
والتمايز الثنائي على شاكلة الثقافة الجبلية والأخرى الساحلية من جهة، والتمايز الطبقي الثنائي داخل الثقافة الساحلية والمدينية من الجهة الأخرى. طبعا هي أول مرة أخضع للدورة الفكرية. طبعا بداية تعرفنا على توجيهات الدورة، ثانيا بلشنا بالقراءة المجلد الخامس ونتعرف على التدريب بشكل كامل، والأهمها أنه يكون بين مساواة بين الرجل والمرأة من خلال الرفاق والروح الرفاقية الموجودة بيناتنا. العمل هو لما يكون نظري، مو مثل يكون العمل اللي هو اللي يشتغله. الواحد يكون له جرأة أكثر، يكون يشتغل بعمله أكثر طبعا، ويكون له الإمكانية يفوت بين الرفاق ويتعلم أكثر. طبعا هاي الدورة بتفيدنا طبعا بشغلنا خارج الدورة وبالمجتمع طبعا بالكامل. أنا كلجنة مرأة طبعا في كثير يعني مشاكل تجي من ناحية المرأة، فعم نحاول نلاقي حل أكثر للمرأة ونتعرف على تاريخ المرأة أكثر، ونتعرف أكثر على تاريخ شمال شرق سوريا والإدارة الذاتية. ضمن هالدورة نتعرف أكثر على القائد عبد الله أوجلان، على فكره أكثر، على إيش هو اللي القائد عبد الله أوجلان وصى بالتدريب ثم التدريب ثم التدريب. وطبعا خضعنا لهالدورة من ناحية التدريب لحتى نتعلم أكثر. طبعا المرحلة هاي كلها تتطلب أكثر إنه نقوم بواجبنا أكثر تجاه عملنا، تجاه منزلنا في البيت، وتجاه مجتمعاتنا أكثر. مو غلط الإنسان إنه يتعلم أكثر ويفوت بين المجتمعات.